اللي حصل من أمي الأرملة وحماية حاجة ما تخطرش على بال حد. فضلاً وليس أمراً، قبل سماع المشكلة ادعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس والضغط على اختيار الكل عشان يوصلكم مننا كل إشعار فيديو جديد. صاحبة الحكاية بتقول: أنا اسمي رشا، عمري دلوقتي 25 سنة، متجوزة من زميلي في الجامعة، إنسان محترم جداً جداً. هو وحيد أبوه، وأبوه أرمل بقاله أكتر من 20 سنة، يعني والدته متوفية وهي في عمرها 30 سنة. كانوا برضو واخدين بعض عن حب، وكانوا ولاد عمه يعتبروا قريبين من العمر. وكان حماية عمره 50 سنة، يعني عاش 20 سنة أرمل. وأنا وأخويا الصغير متربيين أيتام، يعني أبويا سايب أمي عمرها 30 سنة في عز شبابها، وتوفى وهي ترملت علينا وربتنا تربية كويسة. أخويا متخرج من كلية طب ومسافر برا، وأعزب لسه ما اتجوزش. وأنا عمري دلوقتي 25 سنة، خريجة برضو كلية هندسة، يعني وخدت زميلي كان زميلي في الجامعة، إنسان محترم جدا زي ما أنا قلت لكم. وكان يعتبر هو وحيد أبوه، مفيش ليه أي إخوات خالص، هو الوحداني لأبوه، وأبوه راجل أرمل. ولما جيت اتجوزت الإنسان اللي أنا بحبه واخترته عن حب طبعا، أخويا الكبير مسافر برا وبيكون نفسه عشان ما كانش ليه جيش. أول ما خلص كلية الطب جالي ليه عقد عمل في مستشفى يشتغل دكتور فيها، دكتور بشري. سافر على طول، وطبعا اتولى أمر إن هو يجهزني أنا وأبويا. سيدنا يا دوبك مستورين على قد المعاش اللي بياخده، وسايب لينا بيت، يا دوبك بيت كده دورين، دور مسكنينه ناس برضو على قدهم بإيجار رمزي كده، والدور التاني إحنا عايشين فيه. وعشان أخويا يجوزني ويجهزني كان لازم إن هو يسافر ويتكلف بجهازي، وكمان عنده أحلام كبيرة إن هو يهد البيت ويبنيه عشان خاطر برضو يتجوز وكده في بيت يكون كويس يعني. المهم أخويا لما سافر وأنا اتخطبت سنتين للإنسان اللي حبيته ده، أخويا اتكفل بكل حاجة وجهزني أحسن جهاز، ونزل على ميعاد فرحي. بصراحة كان قايم بكل الدور كله، هو اللي مجهزني وهو اللي جايب ليا كل كمالية الجهاز بتاعتي، من اللبس لغاية كل حاجة. ربنا يا رب يخليه ليا ويرزقه من وسع. بصراحة ما قصرش معايا وطلعني أحسن بنت في الدنيا. وطبعا خطيبي في الوقت ده عامل ليا فرح حلو، وعامل ليا شقة ما شاء الله فخمة جدا وعفش وكل حاجة. المهم كان بيصعب عليا أخويا قوي إن هو يعني خد من شبابه كده وإداني، وكلف في جهازي، واللي ربنا رضاه بيه بعد سنتين غربة إداه ليا كله. لكن اللي صعب عليا في الأمر إن كان أمي ست وحدانية وعايشة في بيتها لوحدها، لأن طبعا أنا لما اتجوزت بيني وبين أمي مسافة، يعني مسافة ساعة كده بالمواصلات. وطبعا لما جيت أتجوز كنت شايلة هم أمي قوي إن هي تبقى وحدانية. أخويا مسافر حضر فرحي وقعد بعد الفرح بأسبوعين وسافر، وأنا طبعا دخلت في بيت جوزي، وأمي بقت ست وحدانية.